معكم محمد السيد وبرنامج درافت، والنهارده هنتكلم عن تالت فرقه من الفرقه اللي لسه صاعده وهي بيرنلي. طبعا بيرنلي احنا شفناها قبل كده كتير في الدوري، بس انت لو فاكر ان بيرنلي بتاعت زمان هي دلوقتي يبقى انت ما اتفرجتش عليها. بيرنلي ايام شون دايش حاجه، وبيرنلي مع كومباني حاجه تانيه خالص. الفريق فعلا اقوى هجوم، اقوى دفاع، كان جايب 87 جول السنه اللي فاتت، يعني كان مكتسح التشامبيونشيب. فدلوقتي خلينا نشوف ايه اهم اللعيبه في بيرنلي وايه اللعيبه اللي ممكن نعتمد عليها وتفيدنا بعد كده. مبدئيا بيرنلي كان بيلعب 4-2-3-1، بس في الماتشات الوديه غيرها ل 4-4-2. ده بسبب ان فوج هورست رجع، فبقى فوج هورست اساسي وبيلعب جنبه مهاجم تاني. المهاجم التاني ده بيتغير، يعني هو حصل اتغير. مره لعب فوستر ده مهاجم ب5، ومره جي رودريجيز، طبعا كلنا عارفين جي رودريجيز ده موجود برده ب5.5. تمام. لو جينا لنص الملعب، طبعا كل الناس براون هيل السنه اللي فاتت جايب 7 جوان. ما اعتقدش ان هو هيبقى مفيد جدا، بيلعب نص ملعب متاخر بعيد عن الجون، مشاركاته قليله، ممكن يجيب يعني انما اعتقد ان هو هيبقى بعيد. بس في يعني لو نص ملعب بيرنلي في ضروري لعيب بيلعب ليفت وينج، ساعات بيلعب تحت المهاجم، ممكن يبقى مفيد يعني. ولو هتجيب ده او تجيب ده الاثنين بنفس السعر، واعتقد ان هو هيبقى مفيد اكتر من براون هيل بكتير. نرجع بقى لخط الدفاع. خط دفاع بيرنلي يعني 4-4.5 اللعيبه كلها رخيصه، ممكن تجيب حد تكمل بيه تشكيلتك. المشكله بس ان هو لسه مش ثابت على الاساسيين ورا، يعني في اسامي كتير، تايلور، في روبرتس، في الدخيل، في فيتينهو. مين فيهم هيلعب في قلب الدفاع، مين في الباك اليمين، مين اساسي، مين لا، لسه مش باين. بس اعتقد يعني ان في يعني زي الدخيل ب4، تايلور ب4، روبرتس ب4.5. روبرتس تقريبا هو غالبا يعني هو من اكتر الناس اللي ضمن مكانها في دفاع بيرنلي. طبعا لو جينا اتكلمنا عن الجدول بتاع بيرنلي فهو صعب جدا، يعني كفايه بس ان هم يبتدوا افتتاحيه الدوري مع مان سيتي، يعني دي شكرا. وبعد كده ماتش مع نوتنجهام فورست ممكن سهل شويه، بعد كده عندهم توتنهام، بعد كده استون فيلا، بعد كده مان يونايتد. فاعتقد يعني الجدول بتاعهم هيبقى صعب برضو زي الفريقين اللي لسه صاعدين من الدوري. ممكن الناس دي تكمل بيها تشكيلتك، ان انت تعتمد عليهم كاساسيين، او تجيب واحد مثلا لو ان انت غطيت مراكز على حساب مراكز من اللي ورا. فما اعتقدش حتى ان هم هيكونوا كويسين يجيبوا نقط كويسه في الاول يعني، لان ماتشاتهم وجدولهم هيبتدي صعب، وبرده خضت ان هم لسه راجعين الدوري واللعيبه مختلفه عن اللعيبه اللي كانت بتلعب في الدوري قبل كده، هيصعب عليهم الموضوع شويه. احنا كده خلصنا كلام عن الثلاث فرق اللي لسه صاعده. هنبتدي نتكلم عن السته الكبار. طبعا احنا بنحاول واحنا بنتكلم عن الفرق نتكلم عن الفرق اللي لعبت ماتشات وديه كتير، بقى لها طريقه لعب ثابته، بقى لها لعيبه ثابته في المراكز، عشان نبتدي نحط ايدينا على كل مركز، مين اللعيب اللي ثابت فيه، مين اللعيب اللي نقدر نعتمد عليه، ومين اللعيب اللي نبعد عنه. فاحنا بنحاول ناخد الفرق اللي هي ثابته ما عملتش انتقالات كتير، فنقدر نحكم عليها ونشوف اللعيبه اللي تفيدنا فيها. شكرا.